السلام عليكم يا جماعة، معاكم أخوكم عماد. معلش كنت متغيب لفترة كده، كسل يعني مفيش مشاكل ولا حاجة، بس هي كانت كسل لأن الدنيا حر جدا هنا، يعني حر أوي يعني. أوكي، شايفين المنطقة دي اللي أنا بوريها لكم دي منطقة جامعة. آه، دي كلها غزلان. بالليل تلاقي المنطقة دي كلها غزلان ماشيين في كل حتة. أوكي، المنظر جميل أوي يعني. تمام. السبب انا بعمل الفيديو ده عايز اتكلم على حاجه، يعني صراحه انا ركزت شويه. اوكي، لما انا كنت بعمل ريسيرش، واخد بالك، على الحاجات اللي تجيب الحظ والحاجات اللي تجيب الفلوس وتجيب البركه وتمنع عين الحسود اللي فيها عود والكلام ده كله، لاحظت ان العرب فقط لا غير، العرب والمصريين طبعا، اوكي، فقط لا غير، يعني مفيش حد غيرهم ابدا. اوكي، تبنوا ثقافة ان البومة فال وحش، الغراب يدل على القبح ويدل على حاجة هتحصل مش كويسة، والقطة السوداء دي روح شيطانية. يعني مش معقولة كده. انا قعدت احلل الموضوع ده بالمناسبة، وقعدت افكر طب ليه هم عملوا كده. تمام. بالمناسبة في امريكا هنا بيعملوا في ناس متبرعين، يعني من تلقاء نفسهم زي مصر بالظبط. انا شفتها في مصر صراحة. اوكي، بيجيبوا اطباق اكل للقطط. في قطط ضالة هنا، بالتالي هم قاعدين هنا بياكلوا. وطبعا اللي بيعطف على حيوان ربنا بيبني له قصور في الجنة. دي معروفة الحكاية دي. تعطف على الحيوان ربنا يغفر لك ذنوبك على طول. انتهت. تمام. لان اللي بيعطف على الحيوان ده معناه انك انت بتراعي ان هذا الحيوان ليس له حول ولا قوة، مخلوق بريء، مش هيعرف يقولك انا جعان، انا عايز اشرب. ما عندهمش القدرة على الكلام، بس بيعملوا اصوات. بس الاصوات دي انت مش فاهمها، بس هم فاهمينها في العالم بتاعهم، هم فاهمينها. بالتالي لما انت تقرب منهم اكتر لازم تكون عطوف على الحيوانات، لازم تكون عطوف على البومة، لازم تكون عطوف على الغراب. اوكي، قطة سودا، قطة بامبي، قطة مشكلة، كلها مخلوقات ربنا يا جماعة. الكلام ده كلام عبيط وهبل، وده يدل على شيء واحد، ان احنا عندنا ثقافة عدم احترام الحيوان. سبب احنا طلعنا الحاجات دي على الطيور وعلى القطط بسبب واحد، احنا لا نحترم الحيوانات. يعني انا فاكر في مصر شفتها كده مرة ايام حسني مبارك. اوكي، لما بيشوفوا كلاب ضالة بيطخوها بالنار. مش معقولة كده يعني، الوحشية اللي احنا كنا بنشوفها دي. يعني انت تجيب بندقية وتطخهم بالنار؟ يعني هو الكلب المسعور ده يعني ايه ذنبه؟ ده يمكن عنده مرض ريبيز ولا بتاع. ماشي، لو في وسائل نعالج بيها الحيوانات دي ما كانش حصل الكلام ده كله نهائيا، واخد بالك. بس مش معنى كده انك انت تقتله بوحشية كده. طبعا في امريكا بيقتلوا، طبعا بيقتلوا حيوان لما يكون اذى بني ادم، او الحيوان يشكل تهديد او خطر على حياة الناس. اوكي، بيجيبوا جهاز معين، الجهاز ده اسمه انيمال بروتكشن، اللي هي حماية الحيوانات. اوكي، واحد بينزل بيكون معاه مسدس معين وطبعا هو مدرب ومعاه ترخيص. اوكي، بيطلق عليه طلقة معينة بتنيمه، مش بيموت الحيوان، بينام. اوكي، ولما بينام بيدوله محلول معين، المحلول ده بينهي حياته ببطء من غير ألم. هي دي الطريقة اللي متبعينها. اوكي، بس مفيش طبعا حاجة اسمها
تجيب مسدس وتضربه مثلا في دماغه مثلا. ده الكلام ده مفيش الكلام ده. بالتالي ثقافة عدم حماية الحيوان او عدم الرفق بالحيوان، اوكي، دي موجودة عندنا. عشان كده طلعت عندنا الاساطير والخرافات ان البومة بتجيب حظ وحش، الغراب بيجيب حظ وحش. طب ايه رايكم بقى ان الغراب اذكى طير في العالم؟ اكيد في ناس كتير عارفة الموضوع ده، تعمل عليه دراسات. اذكى طير في العالم، تمام، والاي كيو بتاعته عالية جدا، اوكي. عملوا مرة دراسة الغراب، رموا صفيح وحاجة شبه الذهب، حلو كلام، تمام، على الارض، وقال لك عايزين نشوف الغراب ده هيعمل ايه لو يشوف الصفيح، يعني حاجات صغيره كده، تمام. رموه على الارض ورموا فلوس كمان، اوكي، عملات يعني. الغراب عمل ايه؟ من ذكائه الخارق ساب الصفيح، ما جاش جنبه، لقط بالمنقار بتاعه الذهب اولا، واداه العش بتاعه، تمام. تاني حاجه لقط العملات واداه العش وساب الصفيح. سبحان الله. هل ده يعتبر مخلوق غبي؟ ده مخلوق عبقري، سبحان الله، اوكي. بالتالي مسألة الاعتقاد انك انت تدي حظ وحش لحيوان، ده سببه ان احنا لا نعترف بثقافة الرفق بالحيوان. احنا عندنا وحشية بالحيوان، عشان كده طلعنا على الحيوانات اساطير واشاعات والكلام ده كله كلام فارغ طبعا. عباس محمود العقاد الله يرحمه، اوكي، قال لك ان الخرافات التي تقال عن البومة انها تجلب الحظ السيء، انا اثبت لكم العكس. وحط تمثال بومة على المكتب بتاعه، اللي هو واحد من اكبر الكتاب في العالم العربي واكبر الكتاب المسلمين كمان، اوكي. بالتالي الموضوع ده يعني اتمنى الناس اللي هي الصغيرة في السن لا تنساق وراء الخرافات دي بحجة الحسد او العين او الشيطان او الروح الخبيثة مش خبيثة. العالم كله بيخترع كل يوم حاجة، العالم كله بيتقدم كل يوم، تمام، واحنا في محلك سر في كهف الاساطير والخرافات والحسد، ماشي، وعين الحسود في عود. يا ريت يا جماعة والله فعلا نتخلص من المرض اللي عندنا ده، هنبقى كويسين قوي. وعلى فكرة انا لقيت عرب كتير ومصريين ما زالوا مؤمنين بهذا حتى الان، بس من الجيل القديم. الجيل الجديد ما عندهمش الكلام ده، قليل قوي، وده شيء كويس. يعني انا حاسس ان الجيل الجديد ده ان الخرافات دي مش هيكون لها مكان في خلال 20 سنة قدام، الناس هتتخلص منها ان شاء الله. ودي نهاية الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.